اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة مميزة. هنعمل مع بعض النهاردة شيش طاووق بأسهل طريقة، والتتبيلة مميزة وسهلة جدا وهتطلع معاكم ناجحة. وإن شاء الله الوصفة بتاعتنا لو انتي ما بتعرفيش تعمليها هتبقى معاكي أسهل ما يمكن. ولو انتي عايزة تعملي غدوة بسرعة مفيش أسهل من كده. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أنا معايا فرخة كاملة، خليتها وخدت منها الصدور واللي وراك وقطعتها بالشكل ده. ممكن تعملي وراك بس، ممكن تعملي صدور بس، ممكن تعملي ميكس زي ما انا ما عامله. ما شاء الله الفرخه هتعمل لي كميه حلوه جدا. تعالوا نجهز التتبيله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. جبت كده علبتين زبادي صغيرين او علبه كبيره. الزبادي بيديها طراوه كده وبيخليها حلوه. هنزل كده العلبه التانية. بعد كده هجيب المضرب وهبدأ اللي انا افك الزبادي كويس علشان يبقى ناعم معايا وما فيهوش تكتلات. بعد كده هنزل عليه بربع كوباية من الزيت، وعليهم ربع كوباية من الخل. كل ما بنزل حاجة بقلب كده علشان كله يتخلط مع بعض. والخل برضو بيساعد اللي هو بيفتح كده الأنسجة وبيخليه تستوي معاكي على طول. بعد كده هنحط التوابل: ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، قرفة ناعمة، كزبرة ناشفة، بابريكا، وشطة ناعمة. وكل حاجة نص معلقة صغيرة. عايزة اقولك التوابل مع التتبيلة كلها كده ريحتها طالعة تحفة جدا. هي دي التتبيلة بتاعتنا، مفيش اسهل من كده. وبتخلي بقى الفراخ بتاعتنا ليها طراوة كده وطرية ما بتنشفش وحاجة كده تحفة. نزلت كده بكمية الفراخ بتاعتي. طبعا يعني الافضل في الشيش طاووق اللي انت تعملي باللي وراك. ليه؟ لان اللي وراك بتبقى طرية وفيها نسبة من الدهن، انما الصدور بتبقى ناشفة شوية. بس الاتنين بصراحة بيبقوا طعمهم حلو جدا، والتتبيلة بتاعتنا دي هتخلي الصدور معاكي طرية وحلوة جدا. مش هتحسي اللي هي ناشفة ولا هتنشف منك. هتسيبيها بقى في التتبيلة اقل حاجة ساعتين. انا سبتها من بالليل لتاني يوم. بعد كده بقى معايا في الخضار فلفل الوان احمر واصفر، ولو عايزه تحطي اخضر برضو مفيش مشكله. ومقطعه برضو البصل كده، وحاولي ان انت تقطعي التقطيعات كلها زي بعضها. قطعتهم مكعبات بالشكل ده، يعني حجمهم مقارب للتقطيعه، يعني لقد الفراخ علشان يبقوا شكله يعني مش الشكل على السيخ برضو يبقى حلو. يبقى ايه، كلهم كده تحس اللي هم حاجه واحده. متبقاش مثلا حتة خضار كبيرة او الفرخة كبيرة وحتة تانية صغيرة، لا يبقى كله قد بعضه. تمام. بعد كده جبت بقى السياخ. حطيتها الاول حوالي نص ساعة كده في مية علشان ما تتحرقش منك وهي على النار. وبعد كده بدأت اللي انا ارص الخضار والفراخ بتاعتي. الرصة دي بقى على حسب ما انت عايزة، براحتك خالص. ولو انت بتحبي الطماطم فيها حطي، بس الطماطم ما بتستحملش. ممكن تحطي في الاخر كده واحدة طماطم شيري، او برضو تقطعي الطماطم مكعبات كبيرة شوية وتحطي واحدة كده في الاخر، هتدي منظر حلو. بس بلاش اللي انت تحطي في وسط الخضار يعني، لانها ما بتستحملش خالص. ده شكله بعد ما عملته. تعالوا نعمل واحد كمان كده. بحط الاول كده فلفل الوان، وبعد كده البصل بحطه. يبقى الفراخ بين البصل، لان البصل بتنزل وهو بيستوي بتنزل ميه كده على الفراخ، بتخليها تديها طراوه كمان، وبتبقى طعمها حلو جدا. فبحط بقى فلفل الوان، بصل، فراخ، وبرجع اعيد الموضوع تاني يعني لحد ما بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم بترمي معاكي. والخضار المشوي ده بيبقى طعمه حلو جدا، احلى من الفراخ كمان. يعني بيبقى واخد بقى طعم الفراخ والتتبيلة وكله، فبيبقى طعمه في منتهى الجمال. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وبعد كده هرجع لكم علشان ما اطولش عليكم. شكله يفتح النفس وهو ني. خلصت الكمية. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اجيب الطاسة بتاعتي او الجريلا، وهبدأ احط فيها معلقة كده من الزيت، وهبدأ اللي انا ادهنها بالفرشة. وهسيب بقى الطاسة بتاعتي لحد ما تسخن كويس جدا. لازم تسيبيها تسخن كويس علشان الفراخ او الخضار اللي احنا حاطينه ما يلزقش معانا. تمام. العود طويل شوية فبدأت اللي انا احطه بالجنب كده. هبدأ بقى اللي انا احط كده شيش طاووق بتاعي واسيبه لحد ما ياخد لون معايا، وما حركوش الا ما ياخد لون علشان ما يتيريش مني. شايفين؟ يعني بعض حتت كده لزقت معايا شوية.
علشان كده بقول لكم سخنوها كويس جدا قبل ما تحطوها. اخدت لون معايا اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اللي انا اقلبها كل شوية كده، اقلبها على جنب علشان كلها تاخد لون حلو وكمان تستوي. وما بغطيهاش ولا اي حاجة، هي بتستوي كده مع نفسها، لان الفراخ متقطعة صغير معايا فما بتاخدش وقت في التسوية. وكمان شاربة التتبيلة كويس لانها من بالليل، فالتتبيلة برضو ما بتقعدي الحاجة فيها بتساعد على التسوية بسرعة كمان. وكمان حاطين خل، الخل بيساعد طبعا على التسوية، والزبادي زي ما قلنا بتديها طراوة. شايفين بقى اللون بتاعها، لونها تحفة جدا. من وقت للتاني زي ما قلنا تديها تقليبة كده علشان تاخد اللون الشوي بتاعنا لونه حلو. لو انت حابة اللي انت تحطي لها فحماية في الاخر خالص، تقدري اللي انت بعد ما تخلصي تحطي لها فحماية، تبقى بقى كأنك عاملاها على الفحم. بس هي بصراحة كانت ريحتها تحفة ومش محتاجة فحم خالص. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. ولو اتبقى معاكي خضار برضو في الاخر وانتي بتعملي في العصيان وكده، حطيه في العصيان وشويه، بيبقى تحفة جدا. ده شكل الشيش طاووق بتاعنا بعد ما خلص. بسم الله ما شاء الله، شكله ولونه وريحته تحفة تحفة تحفة. حاجة كده في منتهى الجمال. تقدري اللي انت تقدمي معاه مكرونة او رز بالكاري، ممكن في عيش تعملي سندوتشات وشوية بقى سلطات كده وتظبطي المسائل، هتبقى كده وجبة تحفة جدا. عايزة اقول لكم سهلة، مش بتاخد وقت. لو انتي تبلتيها وقعدتيها ساعة بس وعملتيها تتعمل معاكي بسرعة. عايزاكم تجربوا الشيش طاووق بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا.